علاقة مروان بابلو بماجد الفطيم؟ وإيه اللي يخلي حدث كبير زي كرييتيف سامت أو مهرجان الجونة أو العرض الخاص لفيلم 7 دوجز اللي اتعمل في مراكز؟ وإيه اللي يخلي مطور عقاري يدفع ملايين عشان يعمل حفلة أو حتى إيفنت؟ زمان المطور العقاري كان بيبيع لك شقة يعرض عليك المساحة والتشطيب واللاندسكيب. النهاردة المطور العقاري بقى يبيع تجربة، بقى يبيع كوميونيتي. عشان كده بقينا نشوف الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والأحداث العالمية بتحصل جوه الكومباوندز، عشان أنا خلاص مش بشتري 4 حيطان. الستاندرد الجديد بقى هشتري المجتمع اللي أنا هعيش فيه. المكان ده بياخد قيمة مختلفة في دماغ الناس وفجأة بيتحول لمكان الناس عايزة تبقى جزء منه. المطورين العقاريين فاهمين الموضوع ده كويس قوي. مش لازم تعمل بيلبوردز في كل مكان، المهم تبني تجربة الناس عايزة تبقى جزء منها، عشان لما آلاف الناس يزوروا الكومباوند أو المشروع بتاعك عشان ايفنت أو عشان حفلة، في نفس الوقت ده هم بيشوفوا الطرق والخدمات، بيشوفوا اللايف ستايل اللي عندك. ده أقوى بكتير من الإعلانات العادية. الناس بتصدق اللي بتشوفه أكتر من اللي بتسمعه. عشان كده المنافسة بقت بين المطورين أبعد من المباني. في مشروعات عقارية كتيرة الفترة اللي جاية بتعمل ده. هنشوف حفلات عالمية، مؤتمرات كبيرة، أحداث فنية ورياضية. هنلاقي العقار بيتحول بلاتفورم للترفيه والثقافة والبزنس. والشركة اللي هتعرف وقتها تخلق تجربة أقوى هي دي الشركة اللي هتكسب السوق.